ما بتحبش تروح عند قرايبها. احنا رايحين عند تيتا النهارده، ماما بس اول ما تقول ان احنا رايحين عند خالي او تيتا او اي حد مش عايزه اروح، ما بحبش اروح هناك. وعندي اني اكون موجوده وقاعده قدام التليفون بتاعي اهم 1000 مره من اني اروح عند خالي واقعد معاهم هناك. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل، صح كده؟ درجة القرابة وصلة الرحم، واحنا بنحط ناس. احنا لسه بنتكلم من شوية عن المكانة. انا عندي صحابي اهم من اني اروح عند خالتي واروح مع تيتا وكده. ليه؟ احنا كده بدلنا المكانات، بدلنا المكانة. بقوا في ناس اصدقاء بيحبوني، ايوه، وانا بحبهم، بس في ناس اعلى المفروض ياخدوا مني مساحة اكبر. اصبح النهاردة الجيل كله صلة الرحم بالنسبة لنا معدومة، لان احنا مش بنحب نقعد مع تيتا، مش بنحب نتكلم مع خاله، مش بنحب قعدتهم، ما بحبهاش. اصبح بالنسبه لنا يا بنات في وهم السوشيال ميديا، وهم ماسك التليفون. والناس دي، الناس اللي في السوشيال ميديا، الناس اللي في التليفون، دول مش ناس حقيقيه. لما يجيلك موقف مش هتلاقي حد يقف معاكي غير الاهل اللي انت ما رضيتيش تقعدي معاهم. الناس دي وهميه. السوشيال ميديا ده كله وهم قائم على الوهم مش على الحقيقه. أنا بدي لحاجات مكانة مش مكانتها. لما بدلنا الأدوار وبدلنا مكانات الناس في قلوبنا اتعرضنا لصدمات. لقينا نفسينا نتحط في موقف، واحدة مثلا جابت درجة وحشة في الامتحان ولا مجموع وحش في الثانوية العامة، ما لقيتش حد وقف جنبها. ليه؟ لأن هي اختارت في الأول غلط. لو كانت اهتمت بالعلاقات الاجتماعية القريبة، واحنا أصلا مأمورين بده في ديننا، لو كنت اهتميت بالعلاقات الاجتماعيه القريبه كنت هلاقي ده جاي يزورني، ودي جايه تقف جنبي، وده جاي يواسيني، وادي لنفسي فرصه اعرف انك مش هتلاقي حد يحبك اكتر من عيلتك. مش هتلاقي حد يا بنات يحبك اكتر من العيله. اختي اللي قاعده معايا في البيت، اللي انا ماسكه تليفون وهي ماسكه تليفون وما نعرفش بعض وبنشوف بعض كده في الصاله واحنا معديين نسلم على بعض. اخويا اللي قاعد في الاوضه الثانيه وبنشوف بعض كل يومين، هو بيخرج مع اصحابه وانا قاعده مع صاحباتي في التليفون. ينفع يا بنات؟ الناس اللي في السوشيال ميديا ناس وهميه، مش هتلاقيهم في المواقف، مش هتلاقيهم.